تخيل معايا يا صديقي، تكون ماشي في الشارع وسط الزحمة وتلاقي كل الناس لابسين شبه بعض، بيتكلموا زي بعض، حتى التفكير بتاعهم زي بعض. السؤال هنا، لو كلنا بقينا نسخ من بعض، مين فينا هيكون له قيمة؟ المشكلة في الزمن ده يا صديقي هو إن السوشيال ميديا خلت كلنا شبه بعض، في الكلام وفي اللبس وفي التفكير، حتى في الأهداف. لكن الحقيقة اللي قليل اللي يعرفوها هي إن النجاح مش للنسخ، النجاح بس للأصل. الفيديو ده هنتكلم عن ليه أصلا تكون مختلف، الناس بتخاف تكون مختلفة، إيه اللي مستحيل تتنازل عنه في شخصيتك، إزاي تكون مختلف بدون ما تكون غريب. بص، خلينا نكون صريحين، أغلب الناس مش بتختار حياتها، هي بس بتعيش الحياة اللي اترسمت لها من المجتمع بتاعها. زي إن أنت اتولدت وكبرت ودخلت مدرسة، بعد كده كلية، وبعد كده اشتغلت، فضلت في نفس الروتين بسبب الخوف من الاختلاف. من كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، الإنسان بطبيعته بيحب الانتماء للجماعة عن التميز عنهم. يعني ببساطة الناس هتقلد عشان تحس بالأمان والانتماء، لكن المشكلة هي إن الأمان الزايد بيقتل الإبداع. يا ترى مين اللي التاريخ لسه فاكره؟ هل هم الناس العاديين ولا الناس اللي عملوا حاجة فعلا مختلفة؟ يعني انت مثلا، لو ابسط مثال على الكلام ده هو ان انت وانت في ابتدائي درست قصة واحد زي مثلا توماس اديسون، اللي هو اخترع المصباح الكهربي. طب ده ميت بقاله الكثير من السنين، ولغاية دلوقتي احنا عارفينه. طب ليه دلوقتي الناس اللي احنا بجد ما بننساهمش هما المخترعين، القادة، المبدعين، الناس اللي كانوا في جيلهم بالنسبة للباقيين مختلفين؟ كتاب 48 قانون للقوة لروبرت جرين بيقول فكرة قريبة من كده: التميز يلفت الانتباه، والانتباه هو بداية القوة. يعني لو انت شبه الكل مش هتكون متشاف اصلا. ندخل في اهم نقطة في الفيديو ديت، شوية صفات انت لازم تكون محافظ عليها في شخصيتك عشان ما تبقاش نسخة وخلاص. اول حاجة كده، انت لازم تحافظ على فضولك. الفضول بتاعك يا صديقي حاجة لازم تكون فيك. الفضول هو بداية اي نجاح. الطفل بيسأل، اول لما الطفل بيبدأ ان هو يتعرف على الدنيا بيبدأ يسأل ليه. انت حتى لما كان بيتحكي لك حاجات وانت صغير بتبدأ تسأل ليه. كتاب Think and Grow Rich، مش عارف يا رب اكون نطقت الاسم صح، بيقول ان الفضول اول خطوة نحو الابتكار. لو فضولك مات ابداعك هو كمان هيموت. اتنين، طريقتك الخاصة. طريقتك الخاصة في التفكير. في ناس بتفكر بطريقة مختلفة، ممكن تلاقي حلول لمشاكل احنا مش لاقيين لها حلول، لكن المشكلة ان المجتمع بيفرض عليهم ان هما يفكروا زي الباقي. الغلط هنا ان التفكير المختلف هو اللي يقدر يغير العالم. تلاتة، شغفك. دي حاجة بتحركك من جوه، حاجة لما بتعملها بتحس إن الوقت بيجري من حواليك وأنت مستمتع بالحاجة دي. ناس كتير بتدفن شغفها عشان شوية حاجات ملهاش لازمة، زي الفلوس وكلام الناس والخوف. لكن الحقيقة الشغف مش رفاهية، الشغف هو الوقود الحقيقي للنجاح. بس مش معنى الشغف يا صديقي إنك تستعمله، يعني أو تشتغل في الحاجة ديت وقت ما تكون عندك شغف فيها بس. انت طالما انت بتحب الحاجة دي فاعرف ان الشغف مش هيجيلك غير بعد ما تمشي في الطريق بتاعها. يعني انت لو عندك شغف من المذاكرة من اول ما بدأت دراسة، فانت عمر الشغف ما هيجيلك مثلا وانت في نص المنهج مثلا ومش قاعد بتذاكر. لا، الشغف هيجيلك مثلا وانت بتذاكر. يعني انا بدأت اذاكر اهو، فهيبدأ ان انا يجيلي شغف ان انا اكمل مذاكرة. أربعة، مبادئك. أسهل حاجة في الدنيا دي إنك تتنازل عن مبادئك، لكن أصعب حاجة إنك تتمسك بيها فعلا. في زمن كله تنازلات ما تتنازلش عن مبادئك. خمسة، صوتك الحقيقي. بص، السوشيال ميديا ممكن تكون خلتك تبقى محطوط في صوت مش صوتك، صوت صانع محتوى تاني انت بقيت بتقلده. فاعرف ان دي مش حاجة مش هتفضل ثابتة فيك. حاول ان انت
تكون فخور بنفسك أو بالحاجات المتميزة اللي فيك اللي مش موجودة عند حد تاني. الاختلاف مش معناه إنك تبقى غريب، الاختلاف معناه إنك تبقى نفسك. يعني أنت مثلا لو بتحب القراية اقرا، اكسب هوايات جديدة، كون صحاب جداد، عيش حياتك، عيش حياة تقدر تقول إن أنت نفسك، ما تبقاش حاسس فيها إن أنت عايش دور مش دورك. عيش يا صديقي وكأنك لسه أول مرة تبدأ، ما تاخدش نفسك بندم حد تاني أو بندم زمان. عامة يعني في صفات أنت ممكن تبنيها في نفسك، الصفات دي منها القراءة، وإنك تجرب حاجات جديدة، وإنك تبعد شوية عن السوشيال. السوشيال ميديا بتخلينا نسخ مكررة في التفكير، في الكلام، في اللبس، حتى في الأهداف. احنا لازم نغير من نفسنا في السوشيال، يعني ما تبقاش مثلا بتضيع وقتك فيها. اعرف ان هي لوقت الفراغ مش للوقت اللي انت شايفه فراغ. تقبل ان مش كل الناس هتحبك، ممكن لما تبقى مختلف صحابك اللي كانوا صحابك يكرهوك، ممكن جدا. ممكن تتعرض لانتقادات كتير انت ممكن ما تحبهاش، ممكن تتعرض لسخرية ملهاش لازمة. من كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون: لو حاولت أن ترضي الجميع هتفقد نفسك. يعني لو حاولت إن أنت ترضي الكل هتفقد الشخصية بتاعتك. حقيقة لازم تعرفها، كونك مختلف مش دايما سهل. الناس ممكن تتلغرك كتير، تسخر منك، تقول إنك غريب، لكن الحقيقة كل شخص عظيم زمان اتقال عليه كده.